السواك، بما اننا في الشهر الفضيل كتير مننا بيحب يستخدم السواك. تعال اقول لك على فوائد السواك. السواك غني بعناصر كتيره زي السيليكا والفلورايد، والعناصر دي بعيدا عن ان هي مفيده جدا للاسنان فهو مطهره للفم وبيحسن من ريحه وطعم الفم بصوره كبيره. طريقه استخدامه، قبل ما اقول لك طريقه استخدامه لازم انبه على نقطه مهمه جدا. الناس كتيره بتستخدم السواك وهو جاف، وده للاسف بيجرح اللثه ويعمل فيها مشاكل. السواك قبل ما تستخدمه لازم يكون سواك طري، وده عن طريق انك بتقص اول سنتي الى 2 سنتي منه، وبعد كده تفرد شعيراته وتبدا تستخدمه بطريقه الكنس زي ما بنستخدم الفرشه من اتجاه اللثه الى الاسنان. اما استخدامه بعنف بطريقه رايح جاي فدي للاسف بتبهدل اللثه وتعمل لنا انحسار وتراجع في اللثه. هنوصل للسؤال الشهير، طب هل يا دكتور السواك يغني عن الفرشه والمعجون؟ لا، السواك للاسف بيهتم بالاسنان الاماميه، اما استخدامه الاسنان الخلفيه بيكون صعب. عشان كده بنضطر ان احنا نستخدم الفرشه، لان هي بتكون بزاويه بتوصل للضروس الخلفيه وتشيل بقايا الطعام من عليها. ولو انت حابب تستخدم السواك الافضل انك تستخدمه بعد ما تستعمل الفرشه والمعجون مش قبلها.